بتحبوا عصير البرتقال بس ساعات بيكون الموسم بتاعه مش موجود فمش عارفين تشربوه فريش مثلا او تشربوه كأنه طازة كده كأنك لسه عصراه حرفيا، يعني لسه عصراه وبتشربيه حالا. الوصفة ديت للناس اللي بيحبوا عصير برتقال ويحبوا يحسوا انه طبيعي كده وبيور وفريش. الوصفة دي ليكم، اتمنى تعجبكم. اهم حاجة اذا كنتم جداد في القناة متنسوش تعملوا اشتراك او سبسكرايب للقناة وتكتبوا لي كومنت حلو لو عجبتكم الوصفة، ويلا بينا نبتدي على طول. هيكون معانا 5 كيلو برتقان. انا المرة دي جبت 5 كيلو، حبيتها تكون كمية مش كبيرة قوي. الكمية دي هتعمل لك تقريبا عملت معايا 5 لتر تقريبا عصير او 6 لتر اكتر كمان بتهيألي. هجيب 5 كيلو برتقان وعليهم كيلو جزر. هقشر ال5 كيلو برتقان الاول واحط عليهم كوباية سكر وهسيبهم على جنب علشان السكر يغلف البرتقان كويس قوي ويبدأ ينزل المية بتاعته، مش هنضيف عليه مية خالص. الغرض من الفيديو دوت ان انا اطلع العصير البيور من البرتقان بحيث ان ما يكونش فيه مية خالص، اطلعه مجمد من الفريزر ازود عليه المية يكون عصيري جاهز ويكون زي الفريش بالظبط حرفيا معاكي السنة كلها. هسيبه بقى على جنب البرتقان وهو عليه سكر متغلف لغايه ما ينزل الميه بتاعته زي ما بنعمل في الفراوله وعليها السكر. هجيب الجزر هقشره كويس واشيل الحروف بتاعته اللي هي الحرف اللي فوق والحرف اللي تحت، هقشرهم كويس واخلص الكميه بتاعتي. كميه الجزر اللي استخدمتها للبرتقان 5 كيلو برتقان، ناخد بالنا ما يكونش برتقان بصر، يكون برتقان بلدي بتاع العصير وما يكونش برتقان سكري لان السكري ما بينفعش للعصاير. 5 كيلو برتقان بلدي عليهم كيلو برتقان جزر، ممكن تزودي وتخليه كيلو ونص جزر ما فيش مشكله. الطعم بتاع الجزر مستحيل هيبان، حرفيا حرفيا لو جبت مين مستحيل يعرف ان في جزر في العصير بالكميه اللي انا بقولها لك ديت. هجيب كيلو الجزر قشرته كويس وقطعته مكعبات كده مش مكعبات شرايح يعني، علشان يكون سهل لما اسلقه ما ياخدش وقت معايا في السلق يعني. هحط عليه نص كوبايه سكر هو كمان، واخد بالي كويس ان السكر هنا مش هيكون ليه وجود خالص، يعني لما هتخلصي وتسلقي الجزر وتظبطي الدنيا مش هيكون فيه طعم السكر خالص، انت بالعكس هتزودي بعد كده بقى سكر انت لما تحطي الميه. هجيب بقى البرتقان بعد ما حطيت الجزر يتسلق خلاص. هجيب البرتقان، شوفي البرتقان نزل ميه ازاي، نزل ميته وكان كل حاجه تمام. هضربه بالهاند بلندر او الخلاط واعصره خالص من غير ولا نقطه ميه، والجزر نفس الكلام هطلعه من النار واصفيه من الميه بتاعته واحطه على جنب واضربه بالهاند بلندر هو كمان. هبدا بقى اصفي البرتقان في المصفى، هجيب مصفى وحاول تكون المصفى كلها اخرام علشان اقدر اصفيه بسرعه، ما تكونش الارضيه بس بتاعت المصفى هي اللي فيها خروم، لا تكون المصفى بتاعتي كلها فيها اخرام علشان يكون سهل. هجيب بقى سباتشيلا او معلقه واقعد اقلب كويس كده لان طبعا بيبقى فيها بذر بيبقى فيها قشر اللي هي زي التفل بتاع البرتقان كده، فبيبقى ده موجود كله، احنا بنصفيه كله علشان يكون معانا العصير بيور. وخلينا مركزين في نقطه ان مش هنحط ولا معلقه ميه حتى، البرتقان بينزل ميته بنفسه لما حطينا عليه السكر والجزر نفس الكلام. الجزر كده كده ما بينزلش ميه بس احنا بنسلقه عشان يكون حاجه طريه. جبت بقى الجزر بعد ما اتسلق وضربته بالهاند بلندر هحطه على البرتقان بعد ما صفيته وهديه تاني ضربه كذا ضربه كمان. هجيب بقى الاكياس بتاعتي اللي هي الاكياس من فوق اللي هي بتتقفل بلوك كده زي سوسته كده، هجيبها دي احسن حاجه، او ممكن اكياس تلاجة براحتك. هحط الكيس في انا صراحه حطيته في العلبه بتاعت الكبه، انت تقدري تحطيه في اي طبق غويط اي كوبايه غويطه عندك كبيره وتقومي بعد بس الحروف عنه عشان تكون الحروف نظيفه، لو اتوسخت زي ما حصل معايا كده هنمسحها بمنديل ونتاكد ونقفلها كويس. الكميه اللي انا قلت لكم دي طلعت معايا يعني الحجم بتاعها طلعت معايا ال4 اكياس دولت، كل كيس يعمل لي معايا تقريبا لتر ونص او 2 لتر، حطيت عليه لتر ونص او 2 لتر ميه، وكان حرفيا طعم العصير خرافه. جربوها وهتدعوا لي صدقوني، الوصفه دي هتعتمدوها في رمضان وفي كل المواسم اللي انتوا حابين يكون فيها عندكم عصير برتقال، هتعجبكم جدا. لو جربتوها وعجبتكم ما تنسوش تكتبوا لي تحت في الكومنت، واشوفكم في فيديوهات جايه تانية كتير.